الفنان عادل أدهم من مواليد الإسكندرية في 8 مارس عام 1928. وقبل أن يبلغ 20 عام من عمره عشق الفن وقرر أن يبدأ مشواره الفني، لكن البداية كانت غير موفقة. لكن بعد 20 عام رغم عبقرية أنور وجدي وعينه الثاقبة، إلا أنه شاف أن الفنان عادل أدهم لا ينفع في التمثيل إلا أمام المرآة، فاتجه البرنس عادل أدهم للرقص وتعليم الرقص في مدارس اليونانية بمدينة الإسكندرية. وظهر البرنس عادل أدهم كراقص في أول فيلم لليلى بنت الفقراء، ثم فيلم البيت الكبير، وده كان عام 1945، وهو لم يتجاوز 17 عام من عمره. وظلت معه هواية الرقص والموسيقى طوال حياته. وتعرف الفنان عادل أدهم على زوجته السيدة لمياء، والتي كانت في سن 17 عام من عمرها في أحد الأماكن اللي كانت بتتمرن فيها على السباحة، وحاول أن يتحدث معها ولكنها هربت منه لأنها كانت بتشعر بالخوف منه بسبب أدواره السينمائية الشريرة. ورغم تعدد علاقاته الشخصية على الشاشة أو ظهوره في دور الرجل الذي يغوى النساء، لكن المرأة في حياته تمثل والدته وزوجته لمياء فقط. والفنان عادل أدهم سبق له الزواج في بداية حياته من جارته اليونانية في الإسكندرية، والتي جاءت لزيارة بعض أقاربها في مصر، وبعدها تزوجها الفنان عادل أدهم، وفترة الزواج عاشوا في مصر. وحصل خلافات ما بينه وما بين زوجته لأنه متقلب المزاج، وتم الانفصال وهي حامل في الشهر الأول. وسافرت إلى بلدها في اليونان، ولكنها اختفت، وبعدها فشل الحصول عليها ودخل التمثيل واهتم بالتمثيل ونسي القصة خالص. وبعد مرور 25 سنة عرف من صديقة زوجته إنها خلفت ولد، وبعد 25 سنة حب إن هو يرجع ابنه ليه تاني، لكن ابنه رفض وقال له إن الأب الحقيقي هو اللي رباني مش اللي سابني 25 سنة. ورفض إن هو يرجع للفنان عادل أدهم تاني. ورحل البرنس عادل أدهم في 9 فبراير عام 1996 عن عمر يناهز 67 عام. وبكده يكون خلص الفيديو اللي معانا، ونرجو من حضراتكم دعمنا بلايك للفيديو، وكمان الاشتراك في القناة ونفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة.